السلام عليكم. الو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك عبد الرحمن؟ شيخ عبد الرحمن، يا مرحبا. عندي سؤال لو يا تسمح لي. مرحبا، تفضل. يذكر ابن حجر العسقلاني في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة يقول: الحسين بن نمير ذكره ابن عساكر في تاريخه، وكان عامل عمر رضي الله عنه على الأردن، وقد قدمنا أنهم ما كانوا يؤمرون في الفتوح إلا الصحابة. ويقول ابن الأثير في كتاب الكامل من التاريخ: واشتد عطش الحسين رضي الله عنه فدنا من الفرات ليشرب، فرماه الحسين بن نمير بسهم فوقع في فمه. فهل صحيح بأن الصحابي الحسين قتل الصحابي الحسين بن علي؟ ما فهمت، يعني كان قتل الحسين بن علي، من قتله؟ الحسين بن نمير رماه بسهم على فمه. الحسين بن نمير؟ نعم. من ذكر هذا؟ ذكره ابن حجر العسقلاني، عفوا، الكامل في التاريخ لابن الأثير. من رواية من؟ برواية من فدأ الحسين بابنه، من خلال يعني السند كله. جيب لي الكامل، جيب لي كتاب الكامل بالتاريخ. أي مجلد ذكره؟ في المجلد الجزء الثالث صفحة 181. ماذا تريد أنت؟ أريد هل صحيح بأنه قتله؟ فكيف صحابي يقتل صحابي؟ يعني أنت عندك إجابة؟ وإن طائفتان من حتى لو قتلوا اعتبار يسلم لك جدلا، مع أن الرواية ليست الآن أطلع عليها. لو لأنك أنه جابر. قتله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لماذا سماهم مؤمنين ومقتتلون؟ هذه الآية نزلت بإثنان من المؤمنين تقاتلوا بالنعل والعسف، فأما هذا فبالسيف، فلم تنطبق عليهم الآية. ليس هذه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإن يعني طائفتان ما قال اثنان. الآن يعني الآن طائفتان اسمع يعني اسمع اسمع. كما بالكثرة والقلة. الآن قاتل الحسين بالجنة يعني؟ نعم. قاتل الحسين بالجنة؟ لا نقطع له لا بجنة ولا بنار كذا تالي السبب. كيف لا نقطع نعتقد أن من هذا؟ قتله أجر في حقه، لكن إن شاء الله اسمعني انت، اسمعني انت. الصحابي هذا كافر ولا توجد عدالة، انما هذا بكذبكم يا وهابية، وانما هذا من عجزك. معك الرافضي الراصد، مجموعة الراصد. طب لماذا هربت الآن إلى السب والنبس، مع أني أستطيع أن أعيد عليك الكلام؟ لا انما يعني انت ما تفتخر انك وهابي؟ نفسك أيها الرافضي الجبان، خليك يعني انت خليك يا رافضي اسمع حتى اسمع عليك بالنعال يا نذل. لعنة الله عليك وعلى الحميرة. شرب، سدد خط وهرب ولم يستطع الإجابة.